ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وبيجي لنا بيتسأل كتير جدا دكاترة النساء، هو عدم انتظام الدورة الشهرية خصوصا عند البنات. طيب عدم انتظام الدورة الشهرية ده يعني ايه؟ احيانا نيجي نسأل البنت الدورة بتاعتك منتظمة ولا لا، تقولي لا مش منتظمة. طيب يعني بتجيلك كل شهر ولا لا؟ بتجيلي كل شهر. طيب يبقى ده اول غلط احنا بنغلط فيه. الدورة ما دام بتيجي كل شهر بس حتى لو بتخلف في ايام دي اسمها دورة منتظمة، ودكتور النساء هو اللي بيحدد عدم انتظامها. احنا معانا في 7 ايام قبل وفي 7 ايام بعد. ده اول حاجة، اول خطأ لازم نصححه عند البنات. طيب انا دلوقتي طلع فعلا الدورة بتاعتي مش منتظمة وممكن تقعد شهرين او اكتر وما تجيش. طيب احنا عايزين نقول ان الموضوع ده لو حصل مرة واحدة ممكن يكون بسبب حاجات كتير زي مثلا الاسترس او الضغط النفسي او عدم اكل بشكل صحي او الرياضة العنيفة. الحاجات دي ممكن تعمل عدم انتظام للدورة استدعية فعلا ان احنا نعمل فحوصات او اشعة لازمة. لازم يكون الموضوع مستمر وحاجة بتتكرر علينا، وساعتها دكتور النساء يحدد لك ايه التحاليل اللازمة وايه الاشعة اللي لازم محتاجين ان احنا نعملها.